لما بتحصل لك أي مشكلة في حياتك أو صدمة بتمر ب5 مراحل اسمهم مراحل الحزن ال5. الأولى الإنكار، ثم الغضب، ثم المساومة، ثم الاكتئاب، ثم التقبل. أول مرحلة فيهم هي مرحلة الإنكار. عقلك مش عاوز يصدق علشان يبعد عن الصدمة دي وما يحسش بشعور الصدمة، فتلاقيه دايما مش مصدق اللي حصل. أكيد لأ، انت بتنكر كل حاجة حصلت حواليك وبتنكر المشكلة دي. أكيد لأ، ما ماتش، أكيد ما عملش حادثة، أكيد ما عملش كذا، بتنكر كل شيء. تاني مرحلة الغضب. المشاعر اللي جواك دي كلها بتبدأ تطلعها، انت متضايق من نفسك، من اللي حواليك، من كل حاجة، عايز تكسر وتخرج المشاعر اللي جواك دي كلها. تالت مرحلة المساومة. بتبدأ تتكلم مع نفسك، طيب انا لو ما كنتش رحت كذا ما كانش ده حصل، طب ده حصل ازاي، طب ايه الحكمة. تلاقي نفسك بتبدأ تدرس الموضوع وتفهمه، دي اسمها المساومة. رابع مرحلة الاكتئاب. انت خلاص ادركت الواقع، في مرحلة خلاص ادركت الواقع، فبتبدأ بقى تدخل في المرحلة الرابعة وهي مرحلة الاكتئاب. ان انت متضايق، مخنوق، مش مبسوط، مشاعرك حزينة، بتنام كتير، واعراض اكتئابية. وخامس مرحلة والاخيرة هي مرحلة التقبل. خلاص انا لازم اتقبل اللي انا فيه، ولازم اتقبل حياتي، اتقبل ان انا فقدت الشخص ده او فقدت اي حاجة عزيزة عليا. ببساطة دول كانوا مراحل الحزن ال5: الانكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، والتقبل. انا هنا في مساحة نفسية بقدم محتوى يومي عن الصحة النفسية وتطوير الذات وتحسين علاقتك بنفسك قبل الاخرين. فلو انت بتعاني من اي مشكلة ممكن تسيبها لنا في كومنتس او تراسلنا على رسائل الصفحة. وافتكر دايما ان في مساحة نفسية بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.